لو انت هايص او كنت لايص، تعالى يلا شوف الهجايص. ست العرايس والبخت صايص، يلزمها رجوة من عين بصايص. وده قلبي لايص في الحب غايص، نشفيه بهدمة وحبة قصايص. الناس دي عايشة بعقول نصايص، تنام وتصحى على الهجايص. حضراتكم، هنتكلم النهاردة عن موضوع انتشار الخرافة. ثقافة أي مجتمع تعكس مدى انتشار الخرافة. إيه الكلام المجعلص اللي أنت بتقوله ده يا عم ناصر؟ هلكم عليا شوية، هفسر لكم الموضوع ببساطة. عايزين نقول حضراتكم إن الخرافة والدجل والشعوذة تنتشر، تعكس ثقافة المجتمع. يعني لما المجتمع يكون متدني، يعني مجتمع متأخر، تلاقي الخرافة تنتشر أكتر والشعوذة تنتشر أكتر، لأن ما بيقومش على مبادئ العلم، ما بيقومش على مبادئ الحضارة، بيقوم على مبادئ الخرافة. إذا انتشار الخرافة مرتبط بالمجتمع. لو كان المجتمع متأخر، تلاقي الخرافة والشعوذة والخرافات منتشرة بشكل كبير. وكذلك العكس حضراتكم، لو المجتمع مثقف ومتحضر ومتقدم، تلاقي الانتشار للخرافة قليل. فانتشار الدجل والشعوذة والمنجمين والخرافات بأشكالها المتنوعة، لو حضرتك لاحظت ان ده الموضوع منتشر بشكل كبير، اعرف ان المجتمع ده متأخر، اعرف حضرتك ان المجتمع ده مش متقدم. لكن لو لقيت ان الخرافة والدجالين والمشعوذين ملهمش مكان، اعرف ان المجتمع متقدم. فاذا الخرافة لها مناخ بتنتشر فيه، مناخ من التأخر المجتمعات، من انحدار مستوى المجتمع، تنتشر الخرافة بشكل أوسع والمشعوذين يشتغلوا ويبقى ليهم مكان، وتلاقي إن فيه انتشار كبير ليهم. لكن لو المجتمع قايم على العلم والحضارة والدراسات والمتخصصين في كل المجالات، تلاقي الخرافة تكاد تكون معدومة. وعلى رأي المثل اللي قال، أو الأغنية اللي كانت في فيلم البيضة والحجر بتاع أحمد زكي، لو أنت هايص أو كنت لايص، تعالى يلا شوف الهجايص. ست العرايس والبخت صايص، يلزمها رجوة من عين بصايص. وده قلبي لايص في الحب غايص، نشفيه بهدمة وحبة قصايص. الناس دي عايشة بعقول نصايص، تنام وتصحى على الهجايص. حضراتكم، انتشار الخرافة والشعوذة والدجالين يدل على تأخر المجتمع، وعدم انتشارهم وتحجيمهم يدل على تقدم المجتمع. دي إطلالة بسيطة على مدى أو المناخ الذي تنتشر فيه الخرافة. من قلب الطبيعة، وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.